قال رئيس المجلس الأعلى للرياضة الإسباني، خوسيه مانويل رودريغيز أوريبيس، أمس الأربعاء، إن كأس العالم 2030، التي أسند تنظيمها رسميا إلى المغرب والبرتغال وإسبانيا، سيكون الأفضل في التاريخ. وأكد أوربيس، نقلا عن بيان المجلس الأعلى للرياضة الإسباني، منشر عقب اختيار المغرب والبرتغال وإسبانيا، رسميا، كبلدان مستضيفة لكأس العالم فيفا 2030، من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن كأس العالم 2030 سيكون الأفضل في التاريخ، سواء على المستوى الرياضي أو التنظيمي. وأشار رئيس المجلس الأعلى للرياضة الإسباني أن هذا الحدث الكبير لكرة القدم العالمية، سيساهم أيضا في التماسك الاجتماعي والوحدة والفخر الجماعي. وأشار إلى أن هذه النسخة من كأس العالم ستكون حدثا استثنائيا لعيش شغف كرة القدم، وتعزيز صناعة الرياضة، وتحفيز خلق فرص العمل في قطاعات رئيسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البنية التحتية والتكنولوجيا. وأضاف قائلا، يجب أن نكون فخورين للغاية بهذا الاعتراف من الفيفا، والذي يعزز مكانة الرياضة كأحد القطاعات الاستراتيجية ذات التأثير الكبير على الاقتصاد. تعليقات الزوار الرئيسية. المغرب وفرنسا يوقعان على بروتوكول للتعاون البرلماني. الصحيفة من الرباط، الأربعاء 11 جنبر 2024 إلى 10:03. أجرى رئيس مجلس النواب المغربي، راشد الطالب العلمي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل براون بيفي، التي تقوم حاليا بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني هام بدعوة من رئيس مجلس النواب، وقد وقع الطرفان على بروتوكول للتعاون البرلماني. وحسب بلاغ للمجلس، فقد تناول الجانبان سبل إعطاء دينامية جديدة لعلاقات التعاون بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية، حيث تم التأكيد على أهمية تقوية الحوار والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين التشريعيتين، كما تم التطرق لقضايا ذات الاهتمام البرلماني المشترك وسبل مواجهة التحديات الراهنة، لا سيما تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية، والأمن، والذكاء الاصطناعي، والهجرة وغيرها. وخلال هذا اللقاء، أكدت رئيسة الجمعية الوطنية بالجمهورية الفرنسية أن زيارتها الحالية للمملكة المغربية تهدف لإعطاء بعد برلماني للشراكة الاستثنائية التي تم إطلاقها بمناسبة الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية شهر أكتوبر الماضي، والمباحثات التي أجراها مع الملك محمد السادس. ومن جهته، استعرض رئيس مجلس النواب الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، لا سيما المبادرة الملكية الأطلسية التي ستمكن الدول الإفريقية من ولوج المحيط الأطلسي، كما أبرز تطور المسلسل الديمقراطي، واستعرض الإصلاحات المؤسساتية التي عرفتها المملكة المغربية واختصاصات مجلس النواب في ظل دستور 2011. وعقب هذه المباحثات، وقع كل من رئيس مجلس النواب السيدة راشد الطالب العلمي ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية بروتوكولا للتعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين، والذي يهدف إلى توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين المؤسستين البرلمانيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما، وذلك من خلال تكثيف تبادل الزيارات، وتنظيم أنشطة مشتركة بين اللجان وباقي الأجهزة البرلمانية، وتبادل وجهات النظر بشكل منتظم بين مجموعتي الصداقة بالمؤسستين التشريعيتين، واستئناف اجتماعات المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي، وتقاسم التجارب والخبرات على مستوى الإدارة البرلمانية. ويندرج التوقيع على هذا البروتوكول في إطار تجسيد الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف، وكذا التمسك بمبادئ وقيم دولة الحق والقانون والديمقراطية، وتشبثا منهما بالاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدتها الترابية. ويرافق رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية كل من نائبة رئيسة الجمعية الوطنية نعيمة موتشو، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية برونو فوش، والكاتب العام للجمعية الوطنية الفرنسية داميان شاموسي.
وحضر هذا اللقاء سفير فرنسا المعتمد بالرباط كريستوف لوكرتي، كما حضره عن الجانب المغربي رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج سلمى بن عزيز، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا عمر إعنان.